بتكب على نفسها الزباله وبتلبس جاكيت وبتخبي وشها وبتعمل نفسها قاعده بتشحت، وبيجي البوليس وبيسال عليها وبتقول له مشيت من هنا. وبعد ما بيمشوا بتقوم الراجل اللي جنبها بيقول مراتي، وبتخاف وبتطلع تجري. ولما بتروح تاخد الفلوس اللي سابتها في الزباله بتلاقيها مش موجوده، وبتلاقي شنطه مع عامل النظافه وماشي بالمكنه، وبتاخد عجله من طفل وبتطلع تجري وراه. وبيروح لبنته المريضه وبيقول لها معلش اتاخرت عليكي بس انا بشتغل ليل ونهار عشان اجيب لك العلاج. وبتخبط عليه البنت الحراميه وبتقول له عايز اشرب ميه. ولما بيروح يجيب لها الميه بتدخل بيت وبتفضل تدور على الفلوس، وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ وبتمسك علاج بنته وبتقول له لما جبتش الفلوس هفضيها على الارض. وبيقول لها خلاص هجيب لك الفلوس، وبتديها شنطه بس لما بتبص فيها مش بتلاقي فيها الفلوس، وبتقول له انت بتضحك عليا، وبترمي الدواء على الارض. فبيدخل البوليس في الوقت المناسب وبيقبض عليها، وبتقول لهم ده اللي حرامي وسرق الفلوس. وبيقول لها ما تقلقيش انا اصلا اللي بلغت. وبيطلع ان بعد ما حطت الفلوس في الزباله قال لهم انها ترجع تاخد الفلوس وانا خليكم تقبضوا عليها. وهم ماشيين بيقول لهم انتوا نسيتوا الفلوس، والظابط بيقول له اهم حاجه ان احنا قبضنا عليها، وبيقول له الفلوس دي ليك مكافاه. ساعتها بيفرح جدا وبيقول له بنت تعملي لي العمليه.